السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفيني ومنوريني بوجودكم معايا في القناة. هنبدأ النهاردة بإذن الله روتين جديد بيوم جديد، ربنا يا رب يدينا خير ويكفينا شره ونخش على الروتين بتاعنا. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا قمت من النوم الصبح، جهزت كده كوباية النسكافيه بتاعتي، وكمان كان باقي شباك كده من العشاء امبارح، فاخدته كده وهفطر بيه على ما الولاد يصحوا، وهجهز بقى فطار كويس كده. كمان ابني الكبير في الدرس بيروح الصبح بدري، فعلى ما يجي من الدرس واخواته يصحوا وكده يعني. فزي ما انتم شايفين بقى بسقسق البقسماط او الشباك ده في النسكافيه، كان طعمه مش حلو بصراحة. المهم بقى هنا جهزت الفطار، كانوا خلاص بقى الولاد صحيوا وكده، وانا قعدت طبعا اشتغلت شوية على القناة وصليت وقرأت قرآن. فطبعا مش الوقت مش ورا بعضه، يعني في وقت فاصل ما بين ده وما بين ده. جهزت لهم الفطار زي ما انتم شايفين كده، عملت لهم شوية فول، طبعا انا اللي مدمساه، وحمرنا بطاطس وعملنا بيض اومليت وشوية ليمون وزيتون بقى من اللي انا مخللاهم. انا عايزة اقول لكم ان الليمون والزيتون ده من السنة اللي فاتت ما شاء الله، ولا ليمونة مهرية ولا الزيتون في اي حاجة، زي الفل بالطريقة فعلا دي. ان شاء الله ان شاء الله هتبقى معتمدة كل سنة. فطرنا الحمد لله، ولبست بقى عبايتي كده، وقمت جايه نازله رايحه السوبر ماركت، جايبه شويه حاجات كده صغيرين يمشوا الدنيا يعني، لان بصراحه الواحد اتصدم من الاسعار واتصدم من كل حاجه يعني. الحاجه سعرها غالي جدا. جبت ب10 جنيه عجينه طعميه، كل ب5 لوحده. وهو حط لي عليها كمان اللي هي الكزبره الناشفه دي. فهحط كيس في الفريزر وكيس هطلعه وهستعمله يعني للعشاء بالليل، او هسيبه بقى في التلاجة للفطار الصبح ان شاء الله كده يعني. جبت كمان علبة جبنة اللي هي روتس دي، ب10 جنيه، كانت ب7 جنيه. بس بقول لكم الأسعار كلها رايحة في داهية يعني، ما مش عارفة في ايه. جبنا نص كرتونة بيض ب35. برضو مش عارفة البيض غالي ليه يعني، أنا مش عارفة بصراحة، مع إن الفراخ مش غالية يعني. جبنا كمان سلطة جبنة بحبة البركة، أو مش عارفة انتوا بتقولوا عليه ايه، بس احنا بنقول عليه سلطة جبنة، بيبقى زي جبن على بعضها كده ومخلوطة بقى بالطعم اللي انت عايزاه يعني. جبت كمان ربع حلاوة، حلاوة بالشوكولاتة. بصراحة بقى الأسعار دي أنا مش فاكراها، بس طبق سلطة الجبنة ده كان ب10، والحلاوة تقريبا الربع ب12. وجبت تمن رومي، وجبت ربع لانشون بيفي. بس كده تقريبا كده طرف الموضوع ده بتاع 70 80 جنيه يعني. في ايه بقى برضو مش عارفة يعني. المهم ربنا يرخيها علينا يا رب، ويرخي قوت المسلمين ويرخي قوت الناس كلها يا رب، ويرزقنا من واسع كده، وترجع الدنيا حلوة زي ما كانت، لأن الحاجة بصراحة بقت أسعارها رايحة في داهية يعني. المهم طبعا خلاص جبت الحاجات دي بقى ورصيت حاجتي في التلاجة الحمد لله، وبدأت أجهز بقى الغدا. طبعا هنا جبت حلة بقى، هعمل شوية طاجن لسان العصفور في الفرن. بحط بقى لسان العصفور هنا وبحمر كده كويس، وهحمر واحط عليه كمان شوية شعرية. ومعايا بقى هنا في الحلل، هقول لكم دلوقتي بس استنوا ما احط الشعرية. ولو انت مش عايزه تحطي زيت كتير ما تحطيش زيت كتير، بس افضلي طول ما انت واقفه تقلبي فيه، عشان لازم يتقلب كويس. احط بقى هزود شويه شعريه بس كمان. ولو عايزاها تتحمر معاكي بسرعه كتري الزيت، وبعد كده ابقى فضيهم في مصفى وصفيه. إيه هعمل بقى هنا زي ما قلت لكم، معايا في الحله اللي ورا دي، كنا عاملين امبارح شاورمه فراخ ورز وبطاطس وسلطه وكده، فاتبقى شويه الشاورما دول. فانا قلت مش هيكفوا برضو ان انا اعمل الطاجن، فجبت كمان طلعت قطعتين بانيه كده من التلاجة، وقطعتهم عملتهم زي الشاورما برضو كده، وهقلب كله على بعضه وهحطه في الطاجن. تابعوا معايا بس الفيديو كده هتشوفوه، بصراحة طلع الطاجن طعمه جميل جدا يعني، طعمه عجبنا قوي بصراحة، اول مرة اعمل الطاجن ده كده.
اهو هنا اهو زي ما بقول لكم بقى، قطعت بصل وفلفل وطماطم والفراخ حطها تاخد مع بعضها كده. بس اتلسعت بقى الطاسه مني، فهنقل في الحله بتاعه شاورمه اللحمه وهسيبها كلها تستوي مع بعضها اهي. هما طبعا كانوا دول معلقتين، ما كانوش هيكفوا برضو كده، فالحمد لله كده الدنيا تمام. هقلب بقى كله في بعضه كده. طبعا انا حاطه عليها على اللحمه، كنت حاطه توابل لحمه، وعلى الفراخ حاطه توابل فراخ. المهم ان كله اتعمل مع بعضه كده، ده ميكس حلو قوي بصراحه. إيه طبعا لسان العصفور انا موطيه عليه على ما كنت اخلص عشان ما يتحرقش، يبقى واحده محروقه قوي واحده لسه ما اتحمرتش. فخلي بالك من الحته دي كويس، لان انت لازم تحمريه يبقى كله مدي معاكي نفس اللون. هغطي عليه بقى وهسيبه براحته كده يتكتك مع بعضه على ما احمر لسان العصفور. صلي على رسول الله كده واذكري الله، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ادي لسان العصفور معانا بدأ يتحمر اهوت كله زي بعضه. طبعا لان انا مش حاطه زيت كتير فمش هحتاج بقى ان انا اصفيه، يعني انا حاطه يا دوبك اللي كان يحمر. وهنا خلاص الشاورما خدت ودت مع بعضها خلاص. كده تمام معايا، مظبطه ملحها ومظبطه توابلها وكل حاجه فيها زي ما قلت لكم. خلاص بقى انا طفيت عليها، ولسان العصفور يعني بصوا هديله تحميره بسيطه بس كمان، وهطفي عليه عشان هو كده ايه يبقى لونه كويس معايا. على فكره هو لونه كان متحمر كويس، بس انا مش عارفه هو فاتح شويه ليه. هبدأ بقى اجيب الطاجن بتاعي واجهز الطاجن. ده ما كنتش طفيت عليها لسه، هطفي عليها بقى. هنا بقول لكم خلاص هي خلصت بالتكتك بقى اهي. إيه حبيت ازود لها شويه توابل كمان، عشان خاطر افتكرت ان لسان العصفور هيبقى محتاج توابل معاه، فاللي انا كنت حاطاه ما كانش هيبقى كفايه يعني. اهو. وزودت شويه في الملح. وهرجع برضو ادوق المعيار الميه بتاعه، اشوفه برضو مظبوط ولا لا. لو مش مظبوط اكيد هحط له تاني لسه. فانا زودت التوابل عشان خاطر الميه اللي انا لسه هزودها ولسان العصفور. اهو كده تمام وزي الفل معايا بقى. هجيب بقى الطاجن بتاعي وافضي فيه المكونات دي بعد ما افضيها كلها على بعضها الاول. هقلب بقى دي تشويحه بس تبقي سامعه صوت التكتكه كده وانت بتقلبي. اهو بصوا. وهزود معيار الميه بتاعها، عندك شوربه زودي، ما عندكيش انا ما كانش عندي شوربه حطيت ميه من الحنفيه. عايزه تحطي مكعب مرق الدجاج برضو حطي، انا ما حطيتش، لان اصلا كده كده طعم اللحمه وطعم الفراخ هيخلي الدنيا معايا تمام يعني. اهو زودت ميه من الحنفيه بقى، وشايفين التكتكه دي؟ لازم تشوفي التكتكه دي. وعلى فكره عايزه اقول لك ان لسان العصفور حتى لو الميه زادت منك شويه ما تقلقيش خالص، إيه هو ما بيعجنش. هنقل بقى احط كل المكونات دي في الطاجن، وهدخل الطاجن في الفرن. وهنشوف مع بعض ان شاء الله شكله لما يطلع. هقلب الاول بس المكونات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. وهدخل بقى الطاجن في الفرن وهديله يستوي براحته خالص. وخلي بالكم لازم الطاجن ده يكون سخن قبل ما تحطي فيه الحاجه، يعني تكوني مسخناه في الفرن. إيه هنشوف بقى شكله لما طلع معانا، وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى شكل الطاجن، لسان العصفور مفلفل من بعض اهو، ومستوي وزي الفل. بحبكم كلكم في الله، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتحطوا لي لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.